هي بقول لك انت. عاش كابتن ممدوح فرج 20 سنة في النمسا، حصل خلالها على درجة الدكتوراه، وبعد كده انطلق لممارسة لعبة المصارعة الحرة. كسب كابتن ممدوح بطولة العالم 5 مرات، ولعب كمصارع باتحاد CWA بالنمسا. وفي سنة 1981 لعب 26 ماتش قدام نجوم الاتحاد، كسب 19 وتعادل في 5 وانهزم في ماتشين بس. وبعد تاريخ حافل بالإنجازات اعتزل سنة 1996 في استاد القاهرة وسط حضور 17,000 مشجع. كان آخر ماتش ليه قدام هيركليز فرناندو، المصارع القوي اللي قدر يكسب هالك هوجن. قدم كابتن ممدوح برنامج مصارعة المحترفين في الراديو والتلفزيون، وبرنامج لمس أكتاف على قناة مودرن سبورت، وبرنامج الضربة القاضية على قناة نايل سبورت المصرية لحد سنة 2011. وقبل وفاته قدم برنامج المصارع على قناة النهار الرياضي. شارك في بعض الأعمال الفنية زي فيلم علقة موت سنة 2009، وسيت كوم راجل وست ستات الجزء السابع سنة 2010، وكان ضيف شرف في فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث. اتوفى كابتن ممدوح يوم عيد ميلاده في 16/8/2014. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.